طبعا كلنا عارفين قصه تايتانيك، ايوه بتاعت every night in my dreams عايز يعمل معايا كده اعمل معايا كده. بيقول لك ان السفينه ديت صممت واتصنعت من اشهر وامهر المهندسين في العالم، لدرجه ان هم من كتر ما ابدعوا في السفينه ديت قالوا عنها ان السفينه ديت غير قابله للغرق. ومن ضمن تصميمها كان فيها قاعين، واحد بيمتد من خلال الثاني، وكان الجزء السفلي من السفينه فيه 16 مقصوره، لدرجه ان كان مستحيل يدخل الميه منهم. وحتى لو الميه دخلت في مقصوره واحده او مقصورتين كان ينفع قائد السفينه بكل سهوله يحجز الميه في حته واحده بس، وطبعا يمنع ان هي توصل لباقي السفينه. ده غير ان كان فيها 20 قارب نجاه علشان لو حصلت اي مشكله ياخدوا القوارب ديت ويطلعوا بيها الناس. وكان فيها 3560 ستره نجاه. وطبعا ده كله ما منعش ان السفينه تكون بتغرق. زمان قوي كان في راجل بسيط جدا ما يعرفش اي حاجه عن بناء السفن، ولا معاه امكانيات، ولا معاه حد يساعده، ولا يعرف اي حاجه عن بناء السفن. الراجل ده عمل سفينه او فلك كبير، ودي كانت سبب اساسي في بقاء الانسان وبقائك دلوقتي على الارض بسبب الراجل دوت. ومش بس الانسان، لا ده كمان الحيوانات والطيور. الراجل ده هو نوح. خلينا نتكلم معاكم شوية عن فلك نوح. بعد ما ربنا شاف ان الانسان عمل شر كتير جدا على الارض، الله حزن جدا على الانسان اللي صنعه ان هو بقى شرير للدرجه ديت، فقال ان هو لازم يمحي الانسان من على وجه الارض. الا ان الله شاف نوح وكان نوح بار قدامه. الكتاب المقدس في تكوين 6 وعدد 8 بيقول كده: واما نوح فوجد نعمه في عيني الرب. الله قال لنوح ان نهايه كل بشر قد اتت امامي، واني خلاص ههلك الانسان كله هو والارض بالطوفان. الله قال لنوح قوم اصنع لنفسك فلك، واداله كل المقاسات بتاعت الفلك، وقال له كمان خد من الحيوانات والطيور كلها ذكر وانثى. فقام نوح وعمل الفلك، وبعد 7 ايام ابتدأت المطره تكون بتنزل والطوفان يكون بينزل لمده 40 يوم، لدرجه ان الميه غطت رؤوس الجبال، ونجا نوح واولاده من الطوفان. وخليني اسالك سؤال: عايز تنجى من الهلاك؟ عايز تنجى من الموت الابدي؟ لو عايز تنجى خليك مع الله زي ما كان نوح. في تكوين 6 وعدد 9 بيقول كده: كان نوح رجلا بارا كاملا في اجياله وصار نوح مع الله. ما تقولش الدنيا كلها حواليا بقت شر والناس كلها بقت وحشه فعادي جدا لما ابقى وحش زيهم، مش انا هبقى الملاك اللي فيهم. في وقت نوح ما كانش فيه كنايس ولا كلمه ربنا ولا الكتاب المقدس ولا حد بيطلع يقول وعظات على السوشيال ميديا او على القنوات التلفزيونيه عشان يوصل له كلمه ربنا. لكن انت دلوقتي عندك كده. عايز تنجى؟ اسمع كلام ربنا وصدق في كلامه زي ما نوح عمل بالظبط. نوح عمل الفلك زي ما ربنا قال له بالظبط بكل المقاسات اللي هو قالها له. تايتانيك عملوها اشطر وامهر المهندسين وباحدث الامكانيات وغرقت. فلك نوح اتعمل من تصميم الله على ايد نوح اللي ما كانش يعرف اي حاجه غير ان هو سمع كلام ربنا في كل الحاجات اللي هو قال له عليها انه يعملها، وفعلا نجا نوح. عايز تنجى؟ خليك مع الله واسمع كلامه، وما تنساش احنا دايما ضد التيار، ضد العالم. اعمل لايك وشير وقول لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة في رأيك بتخلي الناس ما تبقاش مع ربنا. ولو انت عايز تنجى من الموت ومش عارف لسه، الفيديو الجاي هقول لك ازاي تكون بتنجى من الموت.